السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهم طبعا من الشغل ضبط الشغل، لازم نظبط الفازة بتاعتنا بقى كده يعني. بص بقى، أنا النهاردة مش هنطبخ ومش هنعمل أكل. أنا عاملة الأكل وجايباه لكم جاهز دليفري، يعني دليفري. دليفري. أنا النهاردة عارفة اللي انتوا طبعا أمارات وستات بيوت شاطرين وزي الفل، وعلى راسي كده من فوق. بس انا جايه اقول للبنات الصغننين اللي هم لسه متجوزين او اللي هم لسه داخلين على جواز، اقول لكم كده كلمتين. او اللي ظروفه على قده قوي، ربنا يا رب يوسع على الجميع يا رب، ويدي كل محتاج يا رب اللي هو عايزه يا رب، ويكرمكم كده ويفرحكم ويسعدكم ويهدي صدركم جميعا يا رب. ده ساعة الفطار، وانا بقى جبت كوباية البلح بتاعتي وانا بصور لكم. قلت ايه؟ مزمز كده معاكم. اكل البلح كده وانا بكلمكم. اتفضلوا معايا. اول حاجه كده لازم نبقى عارفين اللي احنا لازم نملى البيت بتاعنا خير، حتى من قليل القليل. قليل القليل هنعمل من الفسيخ شربات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت رحتي السوق او رحتي نزلتي اخدتي مصروف النهارده وجبتي حاجتك، اتبقى معاكي 10 جنيه، هاتي بيها اي حاجه وشيليها في البيت. يعني ايه؟ هاقول لِك يعني إيه، يعني مثلًا اتبقى معاكِ 10 جنيه، أنا كان اتبقى معايا 10 جنيه جِبت بيها جزر، كان حوالي 2 كيلو أو 2 ونص في الحدود دي، أو 3 كيلو جزر ب10 جنيه، كبير على صغير كده. نقيت منه وطلعت اللي أنا عايزاه، وبعدين أخدت الجزر ده كله غسلته ورُحت ملّحته وخلّلته. تمام، تمام. يبقى أنا كده عملت عملت مخلل من 10 جنيه. والله اللهم بارك البرطمان مليان. مليان يعني حوالي قد إيه، زي ما قُلت لكم كده، يعني حوالي 3 كيلو في الحدود دي، ب10 جنيه. طبعًا بيرمي معاكِ وبتريّحي نفسِك من إن أنتِ كل يوم تجيبي ب10 جنيه مخلل. طبعًا ب10 جنيه بقى حبّة قد كده، حبّة صغنّنين جدًا. فلأ، يبقى أنتِ كده عملتِ ما عندكيش سَلطة ولا حاجة السَلطة، هتطلّعي حبّة مخلل وهيقضوا معاكِ وهيبقوا زي الفل، فضل ونعمة من ربنا. تمام، يبقى إحنا كده عندنا موضوع المخلل ده كده شِلنا إيدينا منه. قبل ما يخلص ممكن تجيبي بقى خيار، ممكن تجيبي لفت، ممكن تجيبي اي حاجة، ليمون. شوفوا انتوا بتحبوا ايه وهاتوه، بحاجة بسيطة. يعني ما تخللي في البيت ده حاجة بسيطة، ما بياخدش منك اي فلوس غالية زي ما بتجيبي من بره دي خالص. طيب عملنا ايه بقى تاني؟ طبعا احنا عارفين ان حتى الوقت اللي ظروفه بقت، اللي كان ظروفه آه طبقة متوسطة، بقت الوقت يا دوب اللي هو يعرف يمشي نفسه. طب اللي هو اصلا كان آه يا دوبك بيمشي نفسه بقى، يعني الوقت مسكين في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. فعايزين على قد ما نقدر اللي احنا نلم الدنيا معاه. ولازم نبقى عارفين ان ربنا ما بيحبش المبذرين، وان المبذرين دول كانوا اخوان الشياطين، واحنا مش عايزين نكون خالص منهم ولا زيهم ولا اي حاجه. احنا على قد ما نقدر بنلم ايدينا كده وبنجيب الحاجه اللي احنا عايزينها، وبنجيب حاجات ونرميها في البيت. زي ما قلت لكم، ممكن ب10 جنيه تجيبي جزر، تجيبي خيار، تجيبي لفت، تجيبي ليمون، تجيبي اللي انت عايزاه وتخليه في البيت، يبقى انت شلتي من عندك بند المخللات. طيب ايه تاني؟ ممكن برضو ب10 جنيه او ب20 جنيه تجيبي طماطم وتصلصيها وترميها في الفريزر. طيب النهارده الاكله بتاعتنا دي كلفتنا كلفتنا حوالي 60 جنيه. طب كلفتني حوالي 60 جنيه، جبتي هقول لك جبتي اول حاجه كان عندي شوربه في الفريزر. طبعا يا بنات يا امارات، انا دلوقتي مثلا عملت لحمه او فراخ. طيب انا دلوقتي شربت مثلا من الشوربه او طبخت او اتبقى معايا شوربه، هرميها او هسيبها في التلاجة لغايه لما تحمض وارميها؟ لا، بعبيها في اكياس وبحطها في الفريزر. اجي كده يوم كده عايزه اقضيه قرداحي كده، اطلع كيس من الشوربه، اعمل كده بيه اي طبيخ وبيمشي معايا الدنيا وبحمد ربنا عليه وبيبقى يوم زي الفل، والاكل طعمه حلو وجميل وطعم. طعم بس عشان كمان انت عاملاه كده بايديك الحلوين دول ونفسك راضيه، لازم تكوني عندك رضا بالله. طيب الاكل معانا ده بقى كلف ازاي 60 جنيه؟ اول حاجه جبت البسله، كيلو بسله ب20 جنيه. جبتي كيلو جزر ب5 جنيه، ادي كده 25 جنيه. جبتي كيلو طماطم ب5 جنيه، ادي كده 30 جنيه. وجبت ب30 جنيه رز. بس كده بس كده.
يعني مادام أنا أصلًا إيدي في البيت على طول، يعني مرّة تانية كانت بقى معايا حوالي 30 جنيه جِبت بيهم شعرية، يبقى أنا كده إيه، عندي شعرية في البيت ممكن تقضّيني 4 مرات أو 5 على حسب ما أنتِ بتعملي قد إيه. اليوم اللي بعده هاجيب حاجة تانية، فإيه كذلك الأمر إحنا بنعمل كده، ما بنخلّيش البيت كلّه فاضي وبعدين نيجي مرّة واحدة ناخد الفلوس نبقى مش عارفين نجيب إيه والّا نجيب إيه والّا نجيب إيه، لأ أنتِ ممكن ب10 جنيه أو ب20 جنيه أو ب30 جنيه كل مرّة تجيبي حاجة في البيت، كل مرّة تجيبي حاجة، هتلاقي البيت بتاعِك مليان خير. وآخر حاجة بقى أوصيكِ وأوصي نفسي الاستغفار، استغفري ربنا على قد ما تقدري. استغفري، كبّري، حمّدي، قولي سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله وأتوب إليه على قد ما تقدري. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يشجعني. يلا يا غالية، يلا يا ست الكل، يلا يا أمرايا، شجعوني واعملوا لي لايكات، كومنتات، اشتراكات، شير بقى على قد ما تقدروا. وربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم ويهنيكم وما يحرمكوش مني ولا يحرمني منكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.